بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. صاحب السماحة العلامة الشيخ حسين الياسين، الأفاضل العلماء، الإخوة الأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولا زلت متشرفا بين أيديكم في استكمال ما بدأناه قبل ليلتين فيما يتعلق بقضية مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وما هي وظائفنا في زمن غيبته المباركة. الغيبة أيها السادة في مقابل الظهور وليست في مقابل الحضور، هو الحاضر الأكبر. قلتها في السنوات الماضية وأقولها الآن: إن التشيع محفوظ به، لو لم يبقى إلا هو الدين بألف خير. وظيفتنا أن يحفظ الموالي أخاه، وفرق بين حفظ التشيع وحفظ الشيعة. هو تكليفه حفظ الدين الذي يمثله جده المصطفى صلى الله عليه وآله، والذي يمثله آباؤه الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هو بقية الله، هو سر الله، هو ثار الله وابن ثاره، بقية الله. فلو لم يبقى غيره، دين جده بألف خير. إن إبراهيم كان أمة قانتا. وظيفتنا كيف يحفظ بعضنا البعض الآخر بحفظ النموذج وإبقائه حيا للأجيال القادمة، وبحفظ الحد الأدنى من مصالح الاجتماع الذي لا يجعل منا كطائفة حرفا نافرا داخل مجتمعاتنا، كما أنه لا يلغي خصوصيتنا التاريخية التي دفع أبوك وأبي وجدك وجدي ثمنها دما وعرقا. النوائم بين حفظ الخصوصية وحفظ المجتمع الأهلي الذي نعيش به هو تكليف حتمي في زمن غيبته المباركة. من هنا عندما نقول لا توقيت ولا استعجال ولا إسقاط روايات هنا وهناك، ونقول اليوم لا توظيف، لأن هذه العناوين تخرج من خصوصيتنا لتصيب بشظاياها بقية المجتمع. عندما يحين أوان أن تظهر الخصوصية لهذا المذهب الشريف يظهرها هو صلوات الله وسلامه. ولذلك ما فينا نوظف مسألة الإمام سلام الله عليه في إرهاصاتنا الآنية وفيما نحن فيه، إلا بما ثبت فيه نص، كالدعاء بالفرج
كتهذيب النفوس، كالمداراة للآخر، حتى لا نكون ذلك الحرف النافر. أقول التوظيف لقضية الإمام المهدي عليه السلام يتخذ أبعادا متفرقة، منها ما هو توظيف واستغلال شخصي من شخص لآخر، أن تستغل العواطف لأن الناس تتوق إلى لقياه، فتجد شخصا يستغل شخصا آخر موهما إياه بأنه على صلة بالإمام سلام الله عليه. كيف يتم هذا الأمر أو كيف تم هذا الأمر عبر التاريخ؟ كثر الدعوى المهدوية، وفي أعمهم الأغلب من غير الشيعة، أقول من أعمهم الأغلب. المدعون من الشيعة كانوا يدعون السفارة والبابية للإمام، أنهم باب لديه، سفراء من عنده، مكلفون من قبله. تاريخيا خلنا نستعرض بعض الأمثلة من الذين ادعوا المهدوية. عبد الله المهدي الذي أسس الدولة الفاطمية في المغرب ومصر، هذا ادعى أنه مهدي الأمة، ووظف ادعاءه في مشروع سياسي نجح معه في إقامة دولة استمرت مئات الأعوام، الدولة الفاطمية في مصر التي شكلت ندا للدولة العباسية في بغداد. قال أنا المهدي. إذا نلاحظ أن الادعاء جرى تجييره. لك أن تتخيل مصر والمغرب العربي كم كان الناس فيها يتوقون إلى الإمام سلام الله عليه، مما يعني أن الفكرة كانت موجودة لدى الشيعة ولدى غير الشيعة. أحكم الرجل استغلال ذلك الأمر وفاز بدولته، له ما له وعليه ما عليه. أنا أقرر أمثلة تاريخية أضعها بين أيديكم. أحمد القادياني في الهند حارب السيخ وادعى المهدوية، ثم ادعى نفسه، ادعى بعد ذلك النبوة، وأسس الفرقة القاديانية التي ما زالت موجودة إلى يومنا هذا. محمد علي الباب ادعى في البداية أنه من أبواب الإمام، ثم ادعى النبوة، ثم جنح نحو الألوهة شيئا ما، فجرى إلقاء القبض عليه وإعدامه في تبريز. المهدي العباسي ابن المنصور الدوانيقي، أبو هارون والهادي. المهدي العباسي سمي المهدي العباسي، ادعى له أبوه المنصور المهدوية. طبعا لم يصدقه إلا الذين يطيبون للسياسيين. ما في جوقة تطيب للسياسيين، للدولة، للسلطة، اللي بدك اياه سميه. الشاعر قباني شو بيقول؟
حين الحاكم يضرب بالطبلة جميع وزارات الإعلام تضخم إيقاع الطبلة، وجميع وكالات الأنباء تردد إيقاع الطبلة، والصحف الكبرى والصغرى تعمل أيضا راقصة في ملهى تملكه الدولة. لا يوجد في الموسيقى أبشع من صوت الدولة. أنقل دون أن أتبنى، ولا مشاحة في الاصطلاحات. سوقوا له أنه هو المهدي العباسي. تخيل المهدي الموعود الذي تريد الأمة أن يقودها نحو العدل. أحد الشعراء كان عنده فخرج وقد مزقت جبته، منتف جبته عليه. قال ما أصنع بها من الخيزران اللي هي جارية حميرية اشتراها وأنجبت له الهادي وهارون وتحكمت به. قال مزقت علي جبتي حنقا وقالت لي يا قشاش، يعني بيقشش، بيعمل كراسي قش وسلال وما شاكل ذلك. أبوه خليفة وهو خليفة وله ولدان صاروا خلفاء، بتشقف له جبته، مرته تنتف الجبة عليه. قال هذا هو مهدي الأمة. بأي ميزان؟ من يصدق هذا الكلام؟ من الذين ادعوا أيضا المهدوية مع الأسف محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى اللي اسمه النفس الزكية، وأساء الأدب مع الإمام الصادق سلام الله عليه فيما رواه أخوه موسى الذي نجا بتعليمات من الإمام عندما تلاسن أبوه مع الإمام الصادق سلام الله عليه. قال أنت تعلم أن ابني هو مهدي هذه الأمة. قال يا عم، وين مهدي الأمة وين ابنك؟ هذا أمر لا يتم. إزالة الجبال أهون من إزالة ملك لم ينقضي أجله بعد. وعظ الإمام. مع مين عم تحكي؟ عندما احتل المدينة وأعلن الثورة، احتل المدينة وأعلن الثورة، قال ائتوني محمد بن عبد الله بن الحسن، ائتوني بجعفر بن محمد. اجى الإمام قال بايع. قال يا ابن أخي قد ذرفت على 60 أنا، والله إن عندي حائط بقباء بجوار المدينة تقعدني همتي عن تفقده، ما حاجتك لبيعتي؟ قال إن لم تبايع نضرب عنقك. دخل أبوه قال ما هكذا يخاطب جعفر بن محمد. قال زجوا به في السجن. قالوا قد هدمنا السجن يوم أمس. قال الزم بيتك ولا تخرج منه. ذهب الإمام سلام الله عليه وبقي في بيته حتى قتل محمد بن عبد الله بن الحسن. مباشرة أرسلت السلطة رجلها البطاش عيسى بن موسى ابن عمه للخليفة، أبادهم، ومن تبقى منهم ساقهم إلى بغداد وجعلوهم في المطابق، وهو سجن يليس على من هم فيه خلص حتى يموتوا قهرا، جوعا، عطشا، نقص أكسجين، البدكنية. مين اللي زمط منهم؟ داود ابن أم داود اللي علمها الإمام الدعاء لوالدته، دعاء أم داود الذي نقرأه في شهر رجب الأصب، وهو اللي خبر شو صار معهم في السجن. هذا الدعاء المهدوي شوف لوين وصل. استؤصل جملة كبرى من بني الحسن صلوات الله وسلامه، استؤصلوا. المتقدمون في السن منكم بيذكروا جهيمان العتيبي كيف احتل الحرم المكي وادعى المهدوية صراحة بالصوت والصورة.
حتى جرى قتله وقتل من معه. هاي نماذج تاريخية خلوها حاضرة، وهي هيني إخواني، لأنه يمكن لأي مؤمن عادي حصيف أن يكتشف أن هذه لا تعدو فقاعة صابون لا تلبث أن تنتهي. هناك من يدعي أن الإمام عليه السلام يتصل به، وأنه سفير للإمام، وسأخصص ليلة للحديث عن السفراء الكذابين، لتشوفوا بعض الشيعة كيف تعاملوا معهم، وكيف تراصت الأمة في وجههم، وكيف المعصوم يصل إلى حد أن يصدر توقيعا بلعنهم. وهي نقطة مهمة. الآن في زماننا لا تخلو سنة إلا ونسمع كلام بعضه واضح بعضه مبهم، فلان بيتواصل مع الإمام، فلان بيقول له الإمام، فلان. مالك يا عمي، رويدكم قليلا. أو كلما ساق لعبد فحشت قرت على كرسي الرياسة ساقه، من لي وقد لج المعاق بنحسه غير الذي هذا المعاق معاقه. الأمة بتصنع معاقين عندما تستجيب لها، أما إذا لم يجد لصوته صدى بيتضبضب، ما بعرف شو بتقولوا انتم، بيلبد. بعضهم يعتمد أسلوب المنامات. رأيت في المنام، طيب، ويحتجون بقول رسول الله والأئمة عليهم السلام جميعا: من رآنا في المنام فقد رآنا حقا، لأن الشيطان لا يتمثل بنا أهل البيت. طيب، الآن بتسأل هل للرؤيا للمنام واقع؟ إيه نعم، نحن ندين الله بذلك، بس كيف؟ اسمعوا تراثنا شو بيقول وبصمة المعصوم، هذا المهم. بشير الدهان من مشايخ الرواية يأتي إلى الإمام الصادق يقول له: رأيت في المنام أني جالس معك مثل ما هلأ جالس أنا وياك، رأيتك في المنام تقول لي أو قلت لك إن القتال مع غير الإمام المفترض الطاعة حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي نعم هو كذلك. خلص المنام، نقطة. فقال الإمام عليه السلام: هو كذلك هو كذلك. بالله عليكم، الحجية للمنام ولا اللي هو كذلك التي قالها الإمام؟ هو كذلك. إذن المنام حق، وعلى راسي بشير الدهان ومنامه، بس كان ليكون مجرد منام لولا تعقيب المعصوم. هو كذلك هو كذلك. بعد، رجل من أهل خراسان جاء إلى الإمام الرضا عندما كان الإمام عليه السلام في خراسان، قال: يا ابن رسول الله، رأيت فيما يرى النائم أمس أن جدك المصطفى صلى الله عليه وآله قال: يدفن في أرضكم بضعة مني، والرواية طويلة. قال الإمام: أنا بضعة رسول الله التي تدفن في أرضكم. الحجية لمنام الخراساني ولا لقول الإمام عليه السلام؟ وصدقت كرامة الإمام بدفنه هنا، والرجل صادق. الشيخ المفيد له كلام في هذا نقله عنه الكراجكي في كنز الفوائد.
يعني اثنين من كبار علمائنا، يقول في قضية المنامات، يقول الشيخ المفيد فيما نقله عنه الكراجكي وهو تلميذه، كراجكي طرابلسي من طرابلس لبنان، جاء إلى بغداد وتتلمذ عند الشيخ المفيد، فلما توفي الشيخ المفيد كان زميلا للشيخ الطوسي، لكنه رأى أن يتواضع ويتطامن ويحضر عند الشيخ الطوسي درسه 7 سنوات لتمتين أمر الشيعة، فحضر. في كتاباته عندما يشير إلى الشيخ المفيد يشير له كأستاذ كبير، عندما يتكلم عن نقاشاته مع الشيخ الطوسي تشعر أنه يتكلم مع زميل له، لكن الظرف حتم عليه أن يتطامن لمرجعية الشيخ الطوسي، وحسنا فعل الرجل رحمة الله عليهم جميعا. فيما نقله الشيخ المفيد في خصوص هذا الكلام يقول: إذا كان إبليس استطاع أن يعمي على الناس في اليقظة فيتخذوا فرعون إلها، ما لح يقدر إبليس في المنام أن يوسوس فيعمي عليك؟ ليه؟ لأنك لا تعلم، أنت لم ترى رسول الله، لم ترى الإمام علي، فإذا شفته في المنام هو اللي شفته أو وسوسة، هذا ما له علاقة بأن الشيطان لا يتمثل بنا. أولا بك تحرز من هو حتى لا يتمثل به الشيطان. هذا الكلام للشيخ المفيد. بكل الأحوال هاي مراجعنا موجودين، اسألهم، موجودة فتواهم. هل المنام حجة؟ ليس بحجة. على الأقل يعني بالحد الأدنى لو تسامحنا وتجوزنا منقول المنام حجة على صاحبه في بعض الأمور الموضوعية الفرعية. يعني هلأ ناشدتكم بالله كلكم، إذا رأيت في المنام الإمام علي سلام الله عليه قال تصدق بصدقة، خو مين منا بخالف بيتصدق. بس إذا رأيت في المنام الإمام علي يقول لك الرواية الموجودة في بحار الأنوار في وسائل الشيعة غلط، إنما الرواية الصحيحة، من يجرؤ أن يأخذ هذا الأمر على عاتقه؟ مين بيقدر يشتغل بمنامات لروايات في العقائد والتشريع؟ إذا شفت بمنامك على فرض، وفرض المحال ليس بمحال، معصوم قال لك اقتل فلان تقتله؟ قطعان مثل ما هي سيقت بالمنامات على مدى التاريخ. لا، لماذا؟ حصل. شوف قصة الحج علي البغدادي رحمة الله عليه، هون صارت في الكاظمية، موجودة في مفاتيح الجنان. خلاصتها أن الرجل من تجار النسيج في بغداد، وكان يدفع الخموس، فجاء من النجف إلى بغداد، قسم للشيخ الأنصاري ولفلان، المرحوم الشيخ محمد حسن آل ياسين الكبير كان في الكاظمية، مر ليدفع بعضا من الخمس للمرحوم الشيخ محمد حسن. في الطريق التقى بشخص سار معه وجرى بينهم أحاديث طويلة، وعندما هم بالانصراف قال تزور معي. الشخص زوره، يقول أنا لما أسرج الحرم الكاظمي بعد الغروب رأيت أن الشموع لا تؤثر في ضياء وجه الرجل، وأخبره بأمور، يعني كان عم يحكي عن المراجع، يقول نعم هو وكيلنا، نعم هو وكيلنا، ومن جملتهم قال أتعرفني؟ قال كيف لا أعرفك وقد أديت إلى وكيلي. وكيله
الشيخ محمد حسن آل ياسين. هم الأهلي وحبايبي آل ياسين ما بيقبلوا وجه الأمور بهالاتجاه، لكن في واقع تاريخي بدنا نحكيه. ما ناقصهم آل ياسين شيء والحمد لله حتى يأتي مثلي ليقول شيئا. لا لا لا، إنما هو سياق تاريخي. لما أدرك أن من معه هو الإمام المهدي فافتقده فلم يجده، ذهب مباشرة إلى الشيخ محمد حسن رحمة الله عليه فأخبره بالقصة. أشار إليه بالسكوت، طبق تمك. ما وظفها الشيخ محمد حسن ولم يسمح له بتوظيفها. الآن ندرك لماذا هو وكيل. نعرف الإمام كيف يختار وكلاءه، العامون طبعا. لم توظف مع أنها ليست منام، وهي واقع تشتمل على معجزات يصعب على الموالي أن يكذب هكذا قصة، يصعب. فما حدا يحاول أن يقودنا بمنام أو ادعاء وصل. جاءني أحدهم منذ 10 سنوات قال شيخنا عندي رسالة إليك. قلت له من مين؟ قال من المولى صاحب الزمان سلام الله عليه. قلت له وما فادها؟ قال كيت وكيت وكيت. قلت له بدي دليل. قال ومنذ متى يقدم أهل البيت أدلة؟ قلت له كل عمرهم يقدموا أدلة، وإلا كان مقامهم قد انتحل لولا كراماتهم والمعجزات. شوف عمي، في عندي خاتم أستبدله بين الحين والآخر، موجود بجيبتي والآن موجود بجيبتي. إذا بتقول لي شو هو، روح فكر واتصل، ومعك مهلة أسبوع 10 أيام، رجع قل لي شو هو الخاتم. إذا بتقول لي شو هو أنا أصدقك، بس هالقد بدي منك. ذهب ولم يرجع، وفعلا من 10 سنوات لم أره حتى الآن. يعني خمرتنا التجارب، صار صعب إن واحد مثل هذا يضحك علينا. على المستوى العام البعض ينساق مع النصوص التي تشير إلى توطئة للإمام سلام الله عليه، أن يوطأ له الأمر. أسألكم بالله، الإمام بحاجة إلى توطئة؟ هو محتاج؟ ما هو إمام. يصلح الله أمره في ليلة واحدة، لا يحتاج إلى توطئة. التوطئة المذكورة لمن؟ لنا نحن. كيف نرقى بأنفسنا لنكون بمستوى ظهوره المبارك. وهون لب القصيد. كيف نوطئ له في أنفسنا؟ كيف تكون أنت أبا دجان الأنصاري؟ كيف تكون مالك الأشتر؟ سأستعرض سريعا، وهذه وظائفنا في زمن غيبته. أولا، حفظ العقيدة والنهج، نحفظ عقائدنا، لا يدخل فيها أحد زغلا، وعقيدة واضحة. النصوص فائضة عن حاجتنا، تحتاج إلى من يحملها ويدقق فيها. ولا يصاب دين الله بالعقول، إنما يصاب دين الله بالنصوص.
نحن محتاجون إلى النص، والنص موجود. يحتاج النص إلى دوام التفاعل مع حركته، وما تأتي به الرياح من هنا وهناك تحت شعارات التحديث والتجديد وتلكم العبارات البراقة قد تستبطن في داخلها ضلالا. كثير من الأحيان دين العجائز بيكون مبرئ للذمة أكثر من دين الفلاسفة، صدقوني. ولا زلت شيعيا على دين جدتي، وسنبقى كذلك بفهم دقيق للنصوص. 2، حفظ النفس بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له. فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، ملبسهم الاقتصاد، مشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، نزلت أنفسهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء، ولولا الأجل الذي كتب لهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. هذا حاجز من تقوى الله يجعل لك هالة تسدد خطاك. هذا المخرج، أن لا تبتلى، أن تكون وجيها بالحسين في الدنيا والآخرة. 3، حفظ الأهلين، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عمي، في أناس والله بيكسروا القلب، عمره 40 سنة بيتوضى غلط. يا عمي وين رايح أنت؟ أيمتى بيكتشف يا حرام؟ بس بده يروح على الحاج بيعملوا لهم دورات تدريبية، بيكتشف أنه كل أعماله كانت على وضوء باطل، وإن كان عن جهل تقصيري يجب عليه القضاء. مصيبة ترى. علمنا أولادنا بالبيت كيف يتوضؤون، علمناهم مخارج الحروف، كيف يصلون. ما من إمام إلا وفي وصيته الأخيرة الصلاة الصلاة. نحن شو منخاطب المعصوم؟ شو بتقولوا له للإمام؟ أي إمام؟ قلما تسقط العبارة هذه من أي زيارة. أشهد أنك قد أقمت الصلاة، أقامها مش أداها، ونحن على إثرك نريد أن نقيم الصلاة. حفظ الأهلين، هاي وظيفتنا، هذه توطئة له. حفظ الجماعة من خلال حفظ مصالحها. أهل البيت عليهم السلام أسسوا لنظرية لم يسبقهم إليها أحد على الإطلاق أبدا. عبر التاريخ كان الناس منقسمين قسمين، إما في السلطة وإما في المعارضة للوصول إلى السلطة. في شيء ثالث أبدا. السلطة تبغي وتطغى إذا كانت غير مأمونة، يعني استثني داود وسليمان هاللمع التي جاد بها ربنا عز وجل على مستوى السلطة التنفيذية. باقي ما تبقى طغيان ملتوت في طغيان وبغي مشحون بباغي.
وإذا وصل المعارضون إلى السلطة أيضا راكموا على بغي من سبقهم. في معارضة وفي سلطة. أهل البيت خرج الإمام الحسن عليه السلام من السلطة التنفيذية، أبقى لمدرسته ولبيته السلطة التشريعية. هل كانوا في المعارضة لإسقاط النظام؟ أبدا. اجترحوا بأمر السماء خطا ثالثا، لا في المعارضة ولا في السلطة، خط اسمه مؤمن الأمة من بلاوي السلطة والمعارضة. نكون في المجتمع، نشهد جنائزهم، نصلي معهم، نصنع ما لا يجعل منا حرفا نافرا، لنا خصوصيتنا نعم، لكننا نحن الأمناء، نحن أم الصبي، نحن الأمناء على اقتصاد الناس واجتماعهم وفقههم ودينهم وصلاتهم وصومهم. هذه المدرسة جعلت من الحجية دائما بيدنا، لا تملك السلطة علينا شيئا، فإن بطشت بنا كنا مظلومين جهارا. والمعارضة لا تستطيع أن تتكئ علينا لأخذ شرعية في مكان ما. مع ذلك أدخل أئمتنا عناصر في داخل الاجتماع السياسي، إذا صح لي التعبير، تؤمن الحد الأدنى من مصالح الجماعة. وتكلمت مطولا عن الوزارات التي تولاها الشيعة خصوصا في زمن الإمام الصادق وما بعده، وكانت ضريبة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، وكان الإمام ينتقي من هو أهل لذلك. انتبه، انتقاء المعصوم غير انتخاباتك أنت. أنا ما عم بحكي عن الواقع، ها، نحن لا نستطيع أن نشخص من هو الأهل لهكذا أمر. عندما توفي الإمام الصادق علي بن يقطين رحمة الله عليه كان رئيسا للوزراء، ومتربي مع هارون في بيت أبوه ببيت يقطين أيام المعارضة للأمويين. توفى الإمام الصادق سلام الله عليه، أرسل كتابا إلى الإمام الكاظم: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى موسى بن جعفر من علي بن يقطين، أما بعد فإنه يضيق صدري عن خدمة هذا الطاغية، فإن رأيت أن أغيب وجهي عنه فعلت. خرج الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، من موسى بن جعفر إلى علي بن يقطين، لا أجيز لك الخروج من خدمته، واتق الله. اتق الله في إخوانك. حفظ الحد الأدنى من مصالح الجماعة، حفظ الأعلائية. ليش سمانا الله كمؤمنين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ كيف بتحفظ الأعلائية؟ أن تستبقي الحجة بيدك وليس بيد من يناوئك، فأنت إما مظلوم أو من أهل الله، يعني من أهل التقوى. إذا بده يظلمك يظلمك، بس لم تمكن من رقبتك. وهذا هو الفرق الجوهري بين قيام ونهضة أبي عبد الله الحسين وبين ثورة وفوران عبد الله بن الزبير. الحسين أبقى الحجة بيده، لم أخرج بشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا. هداك عبد الله بن عمر قالت له: بايع عبد الله بن الزبير مرته زوجته. قال: أرأيت البراذين الشهب التي جاء بها معاوية، يعني موكب المرسيدسات آنذاك، موكب السيارات المحمولات اللي جاء بها إلى الحاج معاوية بن أبي سفيان، قال: هذا يريد الموكب. عبد الله بن عمر: هم بين بعضهم، أنا ما إلي دخلي، يتصافوا بين بعضهم.
الأعلائية، كيف تحفظ الأعلائية بيدك؟ لا يكون لأحد عليك دالة. اسمحوا لي ب5 دقائق زيادة اليوم من بعد أمركم. حفظ المالية وحسن تجييرها للمصلحة العامة. في مالية للشيعة من زمن رسول الله، منذ أن زوج بني هاشم بالخمس، مرورا بما بالكنز الذي هدر في بعض حيطان الكوفة فأمره علي أن يخمسه، وصولا إلى أئمتنا فردا فردا. كيف نحسن تجيير المالية العامة لمصلحة الجماعة؟ هذه بعض وظائف الغيبة التي نحن مأمورون بها. نترك ما هو مأموم، ما نحن مأمورين بها، ونذهب إلى منامات وادعاءات توظف آنيا لمصالح شخصية أو لمصالح عامة. بأي منطق هذا الكلام؟ بعد كل هذا شو تكليفنا؟ النص يقول لك ما هو تكليفك. ثمة نصان. الأول، شوف أصعب شيء إنك تحاول تعلم على المعصوم. هذا الشقي من يفعل هذا. عباد البصري، العابد الصوفي اللي بدك اياه، التقى بالإمام زين العابدين عليه السلام في طريق الحاج. قال يا ابن رسول الله، أقبلت على الحج ولينته أو وليونته وتركت الجهاد وصعوبته، ومتسلح بآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. كف الآية. مع مين عم يحكي؟ مع سيد الساجدين في زمانه، مع الإمام زين العابدين الذي إذا سجد معه الشجر والحجر والمدر. التحكم الكوني بما حوله. جاي عباد البصري لأنه بيعرف يصلي ركعتين يعلم على الإمام، والعياذ بالله والعياذ بالله. قال له الإمام: أكمل سرد الآية. كفي. قال: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال: إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج. الضبضب في من هون. أنا عم أقول، الإمام ما بيقولها. فأمان الله يا عيب الشوم على أمة تنتج هكذا نماذج. النص الثاني: في الكافي عن إسماعيل الجحفي قال: دخل رجل على أبي جعفر الباقر. تخيلوه بأبي وأمي سلام الله عليه حاضر بينكم وعم تشاهدوا قضية. دخل رجل على أبي جعفر الباقر عليه السلام ومعه صحيفة، معه المفكرة تبعه، خصوصياته، يومياته التي يسجلها. فقال أبو جعفر، بدأ الإمام بالكلام، قال: هذه صحيفة مخاصم. المخاصم اللي بده يحسم الأمر، جاي يسجل الحديث بخطه. هذه صحيفة مخاصم يسأل عن الدين. كلنا عم نسأل عن الدين، وصحفنا صحف خصام مخاصمة. دلنا يا ابن رسول الله. يسأل عن الدين الذي يقبل فيه العمل. قال الرجل: رحمك الله، هذا الذي أريد. قال أبو جعفر: احفظوهم: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، وتقر بما جاء من عند الله. اللهم إني أقر بما جاء به كتابك وسنة نبيك والأئمة الأطهار من عند الله، والولاية لنا أهل البيت، برئت من كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار. هاي بدنا نقراها يوميا. والولاية لنا أهل البيت والبراءة من عدونا. اللهم إني أبرأ إليك من كل عدو لأهل البيت، والتسليم لأمرنا. مش نساوي عباد البصري أمام زين العابدين المولى سلام الله عليه، والورع والتواضع وانتظار قائمنا. فإن لنا دولة إذا شاء الله جاء بها. إذا لما سيتحقق؟ إذا الشمس كورت. إن جاءكم فاسق قد ما يجي، بس إذا الشمس، إذا لما سيتحقق. إذا شاء الله جاء بها، الله يجيء بها. بعد كل هذا وأختم، لا يقولني أحد ما لم أقله. لست في صدد التشخيص على أي واقع لدينا الآن، ما خصني. وما حدا يقول إن الشيخ ثبط العزائم. لا عمي، في فرق بين ما قلناه من اللا توظيف واللا إسقاط واللا توقيت وبين حق الدفاع المشروع. شوفوا السيد كاظم اليزدي ماذا كتب في رسالته، وتبعه في ذلك أساطين علمائنا. عمي ما بيصير إذا حدا هجم على بيتك إلا أن تدافع. يجب أن تدافع. حق الدفاع ما حدا يخلطه بما قلته على مدى 3 ليالي. أنقل عبارة السيد كاظم اليزدي التي نقلها علماؤنا في رسائلهم: لو غشي بلاد المسلمين أو ثغورها عدو يخشى منه على بيضة الإسلام وجب الدفاع بأي وسيلة ممكنة. من قتل دون عقال من ماله قتل شهيدا، والعقال حبل يربط به عرقوب البعير. ما حدا يخلط ويقولنا ما لا نريد قوله في ثوابت في فقهنا في روايات أئمتنا. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس الشريف ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا مرضا إلا شافيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا نجزتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق بنيه من الثمرات لعلهم يشكرون. المؤسسون لهذا المجلس على رأسهم سماحة العلامة الحجة الشيخ حسين آل ياسين، إلى أمواته وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان، نهدي الجميع المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.